الحلقة الأخيرة خلصت بسؤال مهم. هو احنا عرفنا معلومات التاريخ بتاعنا من مانيتون بس؟ أهلا بيك في بيت الحياة البرعنخ. بالتأكيد لأ، مش بس مانيتون هو اللي عرفنا عن تاريخ الأرض المصرية، ولكن من المميزات اللي ما نقدرش ننكرها إن هو السبب في سهولة تحديد الأوقات اللي تواجد فيها الفراعنة عن طريق تقسيمهم إلى أسرات زي ما عرفنا في الحلقات اللي فاتت. ولكن من الناس اللي عرفتنا أكتر عن التاريخ المصري القديم وكتبوا عنه كتاب من أهم الكتب في الوقت الحالي هم علماء الحملة الفرنسية، واسم الكتاب وصف مصر. طبعا لو انت ثانوية عامة فانت اكيد دارس الحملة الفرنسية دي كويس قوي في مادة التاريخ في الفصل الاول. بالمناسبة ربنا معاكم يا ابطال الثانوية. المهم ان مش بس الحملة ولا مايتون ولا غيرهم من الناس اللي كتبوا عن تاريخ مصر، لا ده في ناس كتير جدا كاتبة عن تاريخ الحضارة المصرية، لكن قليل جدا اللي اتكلموا عن ما قبل التاريخ. وهو ده سؤال الحلقة اللي جاية: ايه هو التاريخ وايه اللي قبله؟ استنونا الحلقة اللي جاية، ولو استفدت متنساش تفيد غيرك.